بيكم معانا النهارده هنتكلم عن سؤال او موضوع مهم جدا جالنا من احد المتابعين، وهو الاسنان اللبنيه بتسوس ولا لا، ولما تسوس ازاي نتصرف. هنتكلم في الجزء الاول من الفيديو عن الاسنان اللبنيه وعن تكوينها، وهنجاوب على جزء من السؤال، والسؤال التاني ان شاء الله نجاوب في الحلقات اللي جايه. اول حاجه الاسنان، بس عايزه نشرح كده سريعا السنه بتتكون من ايه. السنه اذا كانت لبنيه او سنه دايمه هي نفس الطبقات، يمكن بيختلف بس في الاسنان اللبنيه عن الاسنان الدايمه ان الطبقات دي سمكها بيختلف. ده كده زي قطع طولي او يعني مقطع طولي في اي سنه، لو جبنا سنه وقطعناها بالطول هيكون ده منظرها. اول حاجه هتكون طبقه المينا، وكلنا دايما بنسمع عنها، دي الطبقه اللي هي بتحمي السنه او بتكون زي حائط الصد كده عشان اي بكتيريا او اي حاجه تدخل. عندنا طبقه تاني طبقه وبتكون يعني سوفت شويه او انا او قطره شويه من الطبقه دي، اسمها طبقه العاج. واخر حاجه اللي هو العصب. عندنا جزئين للسنه، جزء بيكون ظاهر في الفم وهو بيكون الطربوش اللي احنا بنقول عليه الطربوش، والجزء اللي بيكون في العظم اللي هو الجدر، وطبعا دي اللثه من الجنبين. الثلاث طبقات دول في الاسنان اللبنيه بيكونوا سمكهم اقل، فبالتالي ممكن يكون عرضه للتسوس اسرع. الاطفال كمان طريقه التغذيه بتاعه الطفل بتكون مهمه جدا في انه تاثر على ظهور التسوس عند الاطفال ولا لا. تاني، الاطفال اللي بتقوم بتعتمد على الببرونه او بتعتمد على اللبن الصناعي، ناخد بالنا جدا ان احنا ما نحطش عصاير لها سكريات عاليه في الببرونه، ان ده على المدى البعيد بيسبب تسوس في الاسنان اللبنيه. وعايزه اقول لحضراتكم انه التسوس الاسنان اللبنيه اللي هو ده كده، اللي هم ال 20 سنه اللي في الفك العلوي والسفلي دول، الاسنان دي يا جماعه غير ان هي مهمه جدا في التغذيه وبتاثر على صحه الطفل، هي كمان مهمه جدا لان هي بتحفظ اماكن الاسنان الدايمه لما يجي مواعيد ان هي تظهر. يعني بيكون عندنا الفك بالشكل ده كده، الفك كده بيكون فيه الاسنان اللبنيه، وبيكون الاسنان الدايمه على استعداد او على استعداد التكوين للظهور في الفم. بتكون المرحله دي كده بتقوم الاسنان اللبنيه بدور حافظ للمكان، ان هي غير ان الطفل يعني بيستخدمها في الاكل والنفس والكلام، مهمه جدا لان هي بتحفظ المكان للاسنان الدايمه. لو حصل تسوس في سنه من الاسنان دي واضطرينا لا قدر الله ان احنا نخلعها للطفل، ده بيحصل مشاكل فيما بعد، وبيكون الطفل ده عنده مثلا بعض الاسنان المزدحمه في بقه، فبالتالي يضطر انه يركب تقويم. فيا جماعه الاسنان سهل جدا ان احنا نقلل التكلفه اللي احنا بنتحملها في الاسنان. ناس كتير دلوقتي بتشتكي من العبء الاقتصادي او من زياره طبيب الاسنان انه بيحملهم تكاليف عاليه. نقدر نمنع المشاكل بتاع الاسنان من قبل ما تظهر، وصدقوني التكلفه اللي خاصه بالمنع او بالوقايه ارخص بكتير من العلاج. وده شعارنا في الحلقات كلها، انه احنا لما نمنع المشكله، التكلفه بتاعتنا بتاعت المنع ان احنا نستخدم ايه؟ ان احنا نستخدم فرشه ومعجون. فاحنا عندنا تكلفه بدنيه او التزام من الناس، وتكلفه بسيطه جدا. لكن لو احنا جينا نقارن التكلفه بتاعه الفرشه والمعجون بتكلفه الحشو فيما بعد، يعني لا تقارن بصراحه. تاني، حتى لو جبنا اغلى معجون واغلى فرشه، مش هيكون ادوات تنظيف الاسنان دي مهما بلغت يعني سعرها لا يضاهي ربع او ثمن تكلفه الحشو او المشاكل اللي هتظهر بعد كده. فالنصيحه لكل الامهات، عودوا اولادكم ان هم يغسلوا اسنانهم قبل النوم. لو طفلك من عمر 2.5 سنين او 3 سنين، ابدأي عوديه، ابدأي اغسلي له انت اسنانه. ابدأي مثلا ممكن تديله الفرشه يستخدمها كلعبه كده ويغسل اسنانه. هتأثر جدا جدا على ان شكل اسنانه بعد كده دايما في الظهور، وبالتالي هتأثر بشكل